حتى زوجة فالفيردي وجهت انتقاد مبطل لأنشيلوتي ونزلت منشور على حسابها على منصة إكس، قالت فيه: يا جماعة ترى فالفيردي لاعب محور وليس لاعب جناح، ايمتى رح تفهموا هذا الأمر؟ إذا الخسارة الأقصى لريال مدريد هذا الموسم، واللي هي حتى أصعب من خسارة الكلاسيكو. ريال مدريد أمام الميلان كان فريق ضايع بأرض الملعب، فريق ما عنده هوية ولا عنده طريقة لعب مفهومة. يعني ما حدا عرفان أنشيلوتي شو كان بده من اللاعبين. يعني حتى البديهيات مثل التحضير للمباراة ودراسة الفريق الخصم كان واضح انه أنشيلوتي ما له داس الخصم بشكل جيد، والا ما كنا شفنا لاعبين الميلان عم يتحركوا مرتاحين بالشكل اللي شفناه. صار من المؤكد انه ضياع لاعبين ريال مدريد سببه ضياع أنشيلوتي. أنشيلوتي لسه عم يجرب، مرة بيلعب فالفيردي جناح، مرة بيلعبوا لاعب محور، مرة بيلعب تشاوميني قلب دفاع، مرة بيلعبوا محور، مرة بيلينغهام على اليمين، مرة على اليسار. يعني والدليل انه أنشيلوتي لساته عم يجرب هو التبديل الكامل اللي اجراه لكامل خط الوسط، بما فيه اللاعبين الوحيدين اللي ممكن يلعبوا بمركز المحور واللي هن تشاوميني وفالفيردي. وقبل ما نفوت بتفاصيل المباراة الأسوأ لريال مدريد هذا الموسم، ضروري أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لأهلنا بالشام وأهلنا بالأراضي العربية المحتلة، ندعي لهم أن رب العالمين ينصرهم ويسدد رميهم ويشافي جرحاهم ويرحم موتاهم ويخفف عنهم، اللهم آمين. أكيد صديقي ما في داعي ذكرك بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب كنوع من الدعم لقناتنا، وخلونا نتابع مع خسارة ريال مدريد أمام ميلان بالمرحلة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1 على أرض سانتياغو برنابيو. بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة كرر أنشيلوتي تصريحاته واللي صارت معروفة من قبل جماهير ريال مدريد، وردد عباراته المعتادة مثل أنه الفريق ليس جيد، وأنه مشكلة الفريق جماعية وليست فردية، وبأنه الفريق غير متماسك ولازم نشعر بالقلق وما إلى هنالك من عبارات ما لا أي لون ولا طعم ولا ريحة، عبارات عامة لا بتعطيك سبب المشكلة ولا بتعطيك حلول ولا بتعطيك حتى شو نظرة المدرب لمشاكل الفريق. بينما الميلان طبق وصفة هانز فليك بالدفاع المتقدم وتضييق المساحات، ونحن سبق وحكينا وقلنا أنه طريقة هانز فليك لابد أنه تنتقل لباقي الأندية الأوروبية بعد ما أثبتت نجاحها مع برشلونة. وبالتالي ميلان حاول يحصر اللعب بنص الملعب قدر الإمكان مع الاعتماد على سرعة جناحه الأيسر رافائيل لياو، واللي كان مرهق جدا لدفاع ريال مدريد على الجهة اليمنى. وكان واضح أنه مدرب ميلان دارس ريال مدريد بشكل جيد، بعكس صاحبنا اللي دخل المباراة هو ما عرفان مين بده يراقب وكيف بده يلعب. أنشيلوتي دخل اللقاء بخطة 4-4-2، لورين بالمرمى، روديجير ميليتاو قلبين دفاع، ميندي وفاسكيز أظهرة، تشاوميني ومدريتش لاعبين محور، فالفيردي جناح أيمن، بيلينغهام جناح أيسر، وبالهجوم فينيسيوس وكيليان مبابي. ميلان قدر ينهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 بعد ما سجل هدفه الأول من ركنية بالدقيقة العاشرة ليرجع فينيسيوس ويعدل النتيجة من ضربة جزاء. وبالدقيقة 40 سجل موراتا الهدف الثاني للميلان بعد كرة سدد لياو تصدى للونين، ورجعت لموراتا اللي كان عم يتمشى لحاله وسجل الهدف الثاني لفريقه. كيليان مبابي اللي كان نسبيا أفضل لاعبين ريال مدريد حاول يتحرك ويعمل شيء وقدر يهدد مرمى ميلان أكثر من مرة، ولكن تألق حارس الميلان خلى النتيجة على حالة ولا ينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان بنتيجة 2-1. مع بداية الشوط الثاني توقعنا أنه أنشيلوتي يطالع مودريتش وينزل مكانه يا إما إبراهيم دياز أو كامافينجا، ولكن المستر حب يخترع وطالع تشاوميني وفالفيردي ونزل مكانه دياز وكامافينجا، بعدين طالع مودريتش ونزل مكانه داني سيبايوس، وتابع المستر وطالع بيلينغهام ونزل مكانه رودريجو. وبهاي التبديلات صارت المباراة شوربة بكل معنى الكلمة، لاعبين ريال مدريد عم يرقدوا بدون خطة، الدفاع ضايع تماما، وهذا شيء طبيعي لما يطلع تشاوميني وفالفيردي انك تخسر العمق تبعك. وبالتالي قدر ميلان يسجل الهدف الثالث بعد اختراق لياو للجهة اليسرى ليمرر بالعرض لماورو جونيور، واللي سجل هدف ميلان الثالث بالدقيقة 73. وبهاي الخسارة جمد رصيد ريال مدريد بدوري الأبطال عند 6 نقاط بالمركز 17 وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر. هذا كان كل شيء لليوم، شاركونا بتعليقاتكم رأيكم بأداء ريال مدريد، مين بيتحمل مسؤولية الخسارة أمام ميلان. بدي أرجع أذكر حضراتكم بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.